تدرس الجزائر إمكانية سحب ملف ترشيحها لتنظيم كأس أفريقيا 2025 لاقتناعها باقتراب المغرب من الفوز بشرف تنظيم أكبر مسابقة قارية، رغم محاولات حشد أصوات أعضاء المكتب التنفيذي للكاف على هامش تنظيم بطولة أفريقيا للمحليين بالجزائر. وحسب جريدة الأخبار المغربية فإن الجزائر تدرس موضوع الانسحاب من تنظيم نسخة كأس أفريقيا 2025 والتقدم لاحقا بملف ترشيح لاستضافة الكان في دورة 2027 أو 2029 في انتظار حسم الكاف في قرار منع تنظيم نسختين متتاليتين بنفس المنطقة الجغرافية بالقارة، وهو المقترح الذي يدافع عنه الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الكونفدرالية الأفريقية. وباتت الجزائر مقتنعة بتقدم المغرب بأشواط في السباق نحو تنظيم الكان إذا فشلت في استمالة أصوات مجموعة من أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الأفريقي لكرة القدم، من بينهم الموريتاني أحمد يحيى والليبيري إيشولا راجي والليبي عبد الحكيم الشلماني والسنغالي أوغستين سانغور وبيير آلان ومونغينغي من الجابون وغابرييلا حميدو من النيجر وسيتا سانغاري من بوركينا فاسو. وكشفت ذات المصادر أن زامبيا تتدارس بدورها إمكانية الانسحاب من تنظيم نسخة 2025 والترشح لتنظيم النسخة الموالية، وهو ما قد يجعل المنافسة تنحصر بين المغرب وجنوب أفريقيا والسنغال والملف المشترك لنيجيريا والبنين. تم اختيار النجم المغربي أشرف حكيمي ضمن قائمة المرشحين للتواجد في تشكيلة مثالية حسب الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين. ويعتبر أشرف حكيمي اللاعب العربي والأفريقي الوحيد المتواجد في لائحة تضم 26 لاعبا يتقدمهم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو. وتوجد في اللائحة أسماء قوية على غرار مبابي، كورتوا، مودريش، ليفاندوفسكي، بنزيما وآخرون. ويذكر أن حكيمي تألق بشكل لافت مع الأسود في مونديال قطر، حيث ساهم في احتلال المنتخب الوطني المركز الرابع عالميا. وقفتنا القادمة ستكون مع صحافة المغرب، حيث يستمر الحديث عن النجاح الكبير الذي تحقق في مونديال الأندية من الناحية التنظيمية. نقرأ عن ذلك من صحيفة المنتخب. تقرير الصحيفة الرياضية قال إن نجاح المغرب في الموندياليتو يفسح له المجال لتنظيم الكان بامتياز. في تفاصيل أكدت المنتخب أن التنظيم الباهر لكأس العالم للأندية سيجعل للمغرب وهذه الدولة قادرة على استضافة نهائيات أفريقيا 2025 بامتياز، بعدما ربحت نقاطا مهمة في طريقها نحو التنافس لاستضافة الكان. مغربيا أيضا يتواصل الحديث عن كأس العالم للأندية. هذه المرة نتابع مقال رأي لرئيس القسم الرياضي بصحيفة بيان اليوم عن أهم ما تحقق من استضافة البطولة. الكاتب محمد الروحلي استهل مقاله بتساؤل قال فيه: ماذا استفاد المغرب؟ مجيبا: كسب المغرب الرهان خلال مدة زمنية قياسية، بل أنقذ مسابقة كانت على وشك الإلغاء، وقدم تضحيات كبيرة ليقدم في الأخير نموذجا مثاليا نال كل عبارات التقدير والإشادة. في الجزائر يترقب الشارع الكروي الظهور القادم لمنتخب الخضر بقيادة جمال بلماضي الذي سيكون خلال التصفيات الإفريقية لكان 2023. نقرأ من صحيفة المساء: قبل شهر من تصفيات إفريقيا الجمهور ينتظر وعود بلماضي كما تقول اليومية الجزائرية. في تفاصيل قالت المساء: يترقب عشاق المنتخب الجزائري ما ستحمله قائمة والمدرب جمال بلماضي الخاصة بمعسكر مارس، حيث يخوض الخضر مباراتين في تصفيات كان 2023 أمام النيجر. التقرير كشف عن وجود تغييرات في القائمة بانضمام لاعبين جدد واستبعاد لاعبين آخرين، حيث يحرص بالماضي دائما على تجديد الدماء في صفوف الخضر. حلقتنا انتهت، لكم منا أجمل التحايا، في أمان الله.